السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا الغسالة الزانوسي بدون شاشة. إزاي النهاردة نقدر نعمل لها تيست مود ونكتشف الأعطال وإزاي نمسح العطل. كنا نزلنا في حلقة سابقة قبل كده التيست مود للغسالة الزانوسي شاشة كبيرة، والنهاردة ان شاء الله باذن الله مع حضراتكم هنعمل تيست مود للغسالة الزانوسي بدون شاشة. لو حضرتك اول مرة تتابعني يا ريت تدوس لايك وشير وتتفاعل مع القناة علشان يصل لحضرتك كل الفيديوهات الجديدة القادمة ان شاء الله. المحتوى بتاعنا يا جماعة محتوى تعليمي، عايزين نفيد الناس وتبادل خبرات، لأن العلاقة بين الناس وبعضيها لازم تكون علاقة تكامل، كلنا بنكمل بعض، واللي عارف معلومة يقولها للتاني علشان كلنا نكتسب خبرات من بعض وعلشان نفيد نفسنا ونفيد المجتمع. يلا بينا نبدأ على بركة بسم الله. أولا عشان نعمل تيست مود للغسالة الزانوسي بدون شاشة بندوس على الزرارين دول اللي هو الستارت والاكسترا رينس. الغسالة بتبتدي ان هي كل اللمبات اللي فيها بتنور زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنلف السلكتور على اول برنامج ونبتدي نلف السلكتور معانا على برنامج لحد كل مرة الغسالة بتختبر حاجة معينة فيها. 3 تكات الاولانيين بتوع الصمام، وبعد كده سخان، وبعد كده بتدخل معانا طرمبة وسرعة عالية. البرنامج اللي بعد الطرمبة اللي بعديه بقى هو ده اللي بيبين لنا الأعطال. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده الغسالة بتطرد المية، وبعد كده الغسالة الموتور هيلف يطلع سرعة عالية زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. البرنامج ده مش هيبين أعطال. اللي بعد السرعة العالية اللي بعديه هو ده اللي هيبين معانا الأعطال زي ما حضراتكم شايفين كده. هو كده الزرار الستارت بينور معانا أحمر وأخضر. هقول لكم ازاي نعرف العطل من الألوان. احنا طبعا في الغسالة الزانوسي دي يا جماعة اللي هي بدون كارتة، اللون او الوميض الاحمر ده ب10 واللون الاخضر ب1. طبعا هي كده مديانا ايرور 11. علشان نمسح العطل بندوس على نفس الزرارين كده بيتمسح معانا العطل. طيب هنجرب نعمل لها تيست مود تاني علشان نشوف العطل لسه موجود ولا العطل اتمسح معانا من على الذاكرة. طبعا هي كده ما دخلتش تيست مود، لازم اللمبات كلها تنور معانا. بقفل السلكتور وبفتحه تاني تبتدي اللمبات كلها او الليدات كلها تنور معانا كده دخلت وضع التيست مود. هنبتدي نلف السلكتور واحدة او برنامج لحد ما نوصل للبرنامج اللي بيظهر لنا الاعطال، وهنشوف هل ان العطل لسه قائم ولا العطل اتمسح من على الذاكرة. التيست مود ده مهم جدا بيوصلنا للعطل بسهولة. طبعا ايه 11 دي حاجة عند الصمام. الغسالة بتاخد وقت كتير وبتعدي الوقت المحدد ليها وهي ما خدتش منسوبها من المية. طبعا المشكلة في الصمام واحنا هنغير الصمام. بتبتدي كده نعمل لها برنامج تاني علشان العطل لسه موجود وقائم في الغسالة ولا اتمسح. طبعا الغسالة الزانوسي بشاشة كان العطل بيتكتب على الشاشة، اما دي غسالة ما فيهاش شاشة، فبتبتدي او نبتدي بالعملية الحسابية كده مفيش اعطال ظهرت معانا خالص. اذا العطل كده اتمسح. ودي كانت حلقتنا النهاردة مع حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي طبعا